ستات كتير بتفشل منها الأكلة دي، رغم ان هي مش صعبة، بس في حاجتين مهمين لازم تاخدي بالك منهم وانتي بتعملي الوصفة دي. لو أول مرة تشوفيني أنا عفاف، أهلا بيكي ويلا بينا نبتدي على طول. عندي سمكتين تونة، وأول ما تشوفي سمك التونة وتقرري تعمليه لازم تاخدي بالك من أول حاجة مهمة جدا، وهي التنظيف والتصفية تماما من المية. لازم يكون متصفي تماما من المية أول ما تيجي خلاص هتبدأي تتبليه. أنا دلوقتي هنضفه او نضفته يعني، وهقطع بقى الراس والاجزاء الزياده اللي فيه كلها، وهبدا اقطعه بالشكل ده. شايفين طبعا شكله. هروح بيه على طول في بوله واحط فيها شويه ملح وعصير ليمون وهنقعه كده 10 دقايق. بعد كده هصفيه تماما من الميه واسيبه يتصفى في مصفى براحته خالص. ودي اول حاجه مهمه من الحاجتين اللي قلتلك عليهم اول الفيديو، علشان هو بيبقى زفر شويه، فلازم نتخلص من ميه النقع والغسيل ويبقى بالشكل الحلو ده. يلا بينا نجهز التتبيله. ثوم مفروم، معلقتين من عصير الليمون، وكمون، كزبرة، وبابريكا مدخنة، وملح، وهضيف كمان رشة من الكركم بتبقى حلوة جدا مع الأسماك، وهضيف شطة اختياري، وهضيف معلقتين زيت زيتون. وكده تمام. ميكس كل التتبيله دي مع بعض يا جماعه خطيره. لو عندك شبت ممكن تضيفي شويه من الشبت المفروم، بتخليها في حته تانية. تاني خطوه هو التتبيل. هتبل السمك، وهنا في بقى تكه مهمه جدا، هو ان انت لازم تسيبي سمك التونه ده يتبل كده ساعتين 3 4 في التتبيله شويه حلوين. يعني ما ينفعش تتبلي وتسوي على طول، السمك ده لازم ياخد من طعم التتبيله كويس. هتبله واركنه بقى في التلاجة شوية. وعندي هنا كوباية من الدقيق عليها ملح وفلفل وكمون، وكمان كزبرة ناشفة، ورشة من الكركم. يعني تقريبا هي نفس التوابل اللي احنا ضفناها على السمك. في هنا تكة مهمة جدا هتفرق قوي في شكل السمك بعد القلي. هنقفل السمكة بالشكل ده، لان احنا عارفين ان الجزء ده من السمكة اول ما بيتقلي بيفتح جامد جدا وشكله بيبوظ خالص. عايزين شكله يحافظ على ان هو يبقى فضل مقفول بالشكل ده، هنقفله بالستيكس بتاعت الاسنان، وبكده بعد القلي هتلاقيها مظبوطة ومقفولة زي ما انتي عملتيها بالظبط قبل القلي. يعني مش هتلاقي شكلها باظ خالص ولا فتحت كده وبقى شكلها غريب. هنبدأ ننزل بيه في الدقيق، ممكن تضيفي معلقة نشا على الدقيق برضو يديكي قرمشة. كده تمام. عندي زيت غزير وسخن على النار، هسخنه بس مش نسخنه بقى لدرجة عالية جدا، يعني هنخليه متوسط الحرارة. اول حاجة عشان السمك يستوي وما ياخدش لون من بره بس كده وهو ني. كده خلاص. اهم حاجة عندي ان انا قفلت كل السمك، لان انتوا عارفين اول ما ينزل في الزيت هيفتح ويبقى شكله عجيب، وكمان هيحرمش من الجناب كده ويتحرق ويبقى شكله مش لطيف ومش ظريف خالص. كده خلاص انا خلصت كميه السمك بتاعتي. زيت مش سخن قوي، درجه حرارته يعني متوسطه، وهبدا انزل بالسمك بالشكل ده. واول ما ياخد لون من الناحيه الاولى هقلبه عادي بالطريقه العاديه على الناحيه التانية. بس عندي هنا خطوه مهمه، الجوانب بتاعه السمك بنوقف السمك كده بالجوانب بتاعته علشان يستوي كله تماما. لحم التونه بيكون يعني مش زي السمك العادي او البلطي مثلا او البوري، لحمهم بيبقى خفيف وبيستوي بسرعه. لا، لحم التونه محتاج نار شويه. فانا بصوا شايفين عامله ازاي، بوقف السمكه على كل الجوانب بتاعتها عشان ناخد تحميره مظبوطه. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ طبعا اللون ده ما طلعش كده لوحده، كل حاجه عملناها في السمك من التتبيل لكفر الدقيق، كل حاجه بتدي اللون الخطير ده في الاخر. شايفين السمكه بصوا مقفوله ازاي. هنشيل دلوقتي الستيكس كده من الجنب، السمكه محتفظه بشكلها تمام. فاوعي تنسي تعملي الحركه دي لو انت مقطعه السمكه قطع بالشكل ده. وبس كده. تعالوا بينا نفتح دلوقتي مع بعض السمكه من جوه ونشوف الحلاوه والجمال. ايه رايكم؟ لما نزلت الفيديو ده على فيسبوك في ناس كتير كتبت لي ده مش سمك تونه، ده سمك مكاريل. فبصراحه انا مش شايفه ان ده مكاريل او بلاميطه، هو مش ده خالص، يعني مش نفس السمكه ولا نفس التقسيمه بتاعته من جوه ولا حتى نفس الشكل من بره. فاكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات السمك ده نوعه ايه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.